أشهر تماثيل العالم الحديث في أقوى دولة في العالم، أمريكا. مش أمريكي الأصل ولا أوروبي، لأ، ده تمثال مصري أصيل. أهلا بكم في حكاية تمثال الحرية. السياسي الفرنسي لابولي هو صاحب فكرة تمثال الحرية، وكان شايف إن التمثال ده هيبقى رمز لإعلان استقرار أمريكا وانتصارها لقيم الحرية والديمقراطية. لابولي راح بالفكرة دي للنحات الفرنسي بارتولدي، وبعدها بفترة بارتولدي سافر مصر علشان يحضر حفل افتتاح قناة السويس. وأثناء تواجده في مصر وبالصدفة شاف فلاحة مصرية لابسة الزي الريفي ووشها منور وزي القمر. في اللحظة دي جات له فكرة عبقرية، وراح بالفكرة دي للخديوي اسماعيل وقال له احنا هنبني تمثال اسمه تمثال الحرية، وهيكون لست لابسة لبس فلاحة مصرية وماسكة شعلة احتفالا ببناء قناة السويس. بص له الخديوي وقال له طب التمثال ده هيتحط فين؟ قال له عند مدخل قناة السويس في بورسعيد. يعني تخيل كده، كان هيبقى عندنا تمثال الحرية في مصر. لكن المشروع ما تمش، وده أحبط بارتولدي جدا وخلاه يسيب مصر ويرجع فرنسا، لكن من غير ما ينسى صورة الست الفلاحة الجميلة اللي شافها في مصر. وبعدها بسنين بارتولدي سافر أمريكا ووصل لجزيرة في الميناء اسمها بيدلو، ودي الجزيرة اللي كل اللي جايين نيويورك بيعدوا جنبها. بارتولدي بص للمكان وافتكر الفلاحة المصرية، وافتكر كلام لابولي لما قال له إنه كان عايز تمثال يعبر عن استقرار أمريكا. راح بارتولدي لرئيس الولايات المتحدة وعرض عليه الفكرة، والفكرة عجبته جدا. وبارتولدي رجع فرنسا وبدأ ينحت تمثال الحرية سنة 1870. ولأن لابولي هو صاحب الفكرة الأساسية، فضل بارتولدي معاه سنين يحط تصورات لشكل التمثال لحد سنة 1875. يعني بعد حوالي 5 سنين من التخطيط تم تصنيع اليد الحاملة للشعلة، واتعرضت في المعرض المئوي في فيلادلفيا سنة 1876، واستمر عرضها لحد سنة 1880. وفي الوقت ده أمريكا وفرنسا ما كانش معاهم فلوس تغطي ثمن التمثال، لحد ما نوصل لسنة 1877 بارتولدي خلص نحت الراس وعرضها في معرض باريس سنة 1877. وبعدها عمل نماذج صغيرة للتمثال وبدأ يبيعها، وقدر يجمع 150 ألف فرنك. وأمريكا كمان عملت حملة تبرعات وقدرت تجمع حوالي 120 ألف دولار. والتمثال اتبنى في فرنسا واتشحن لأمريكا، واتجمع على قاعدة في جزيرة بيدلو، واتعمل احتفال ضخم حضره كبار الدولة. وكل ده كان يوم 28 أكتوبر 1886. تمثال الحرية فضل تحت قيادة الحكومة الأمريكية لحد 1901، وبعدها اتنقلت إدارته لإدارة الجيش الأمريكي. وفي الفترة دي اتمنع دخول الزوار للشرفة اللي حوالين الشعلة لحد سنة 1916. تمثال الحرية صحيح تمثال أوروبي أمريكي، لكن الست المنحوتة عليه كانت بالزي الفلاحي وهي في الأصل مصرية، وده يثبت لك إن المصريين طول عمرهم مصدر إلهام للعالم. وبس كده، أنا صفا دهب ودي رحلة صفا، تابعوني.